الزمالك ينتظر على أوتوه الكونغولي في مباراة يعني تكاد تكون من أسهل مباريات الموسم للزمالك. الزمالك كعادة الزمالك يعني على مدار السنوات يخليها مباراة يعني عصيبة في آخر الدقايق على جمهور الزمالك. ماتش امبارح الزمالك ابتدى تشكيلة: محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمود بن تايج، فتوح، ومحمد شحات، وعبد الله، واخوان بيتزيرا، وناصر منسي، وعدي الدباغ. التشكيله كانت كويسه جدا، اداء الشوط الاول كان كويس جدا. عبد الله السعيد بالنسبه لي كان نجم الشوط الاول، ويعني يعتبر ان انا ممكن اديله نجم المباراه. بس عبد الله السعيد مستواه كان حلو جدا 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 امبارح، وختمه باسيست. عبد الله السعيد كان هيموت ويجيب جون، ولكن طبعا لقطته هو خارج دي ما كانتش لقطه لطيفه. ولكن مش هيمسك في الحاجات دي. عبد الله السعيد امبارح عمل ماتش بجد كان حلو جدا 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 جدا، قدم ماتش حلو جدا على عكس بقيه السيزون. عبد الله السيزون ده طبيعي، انا ما بهاجموش ولا اي حاجه، طبيعي مجهوده هيبدا يقل. انا برضو نفسي عبد الله السعيد يتفهم ان برضو لازم تتقبل فكره انك تتبدل عادي. انت يعني ادخن اللعيبه اللي في الدنيا بتتبدل، يعني مش تيجي عليك انت وتقف. دي نقطه. تاني نقطه برضو ان انت لازم تكون فاهمها، ان انت سنك ما بقاش يسمح انك تلعب كل ده خالص، وحتى ده بيأثر على الفرقه في الملعب. انت اوقات بيبقى مستواك سيء سيء، مأثر على كل اللي معاك، فده برضو حاجه لازم يكون عبد الله السعيد فاهمها. نروح لنقطه تانية. الزمالك امبارح الشوط الاولاني كان ممتاز، الشوط الثاني كان كويس، والزمالك ضيع فرص كتير قوي قوي قوي. ماتش امبارح ده انا مش عايز ابقى، كان ممكن يخلص 5-6، الزمالك مرتاح. ماتش فجأة 2-1 وبالعافية، وفجأة طرد محمد صبحي اللي انا يعني مش فاهم ايه العبط ده. محمد صبحي بجد، احنا كنا نخرج مرتين في الكونفدرالية السنة دي. مرت بعد ماتش كايزر تشيفز لما تعثرنا ماتش زيسكو، وانت داخل اخر ماتش على المحك والدنيا كلها ها. والمره التانيه امبارح كله غلطين بسبب محمد صبحي. محمد صبحي ماتش كايزر شيفز اللي احنا كسبانين هناك والدنيا سهله، محمد صبحي فجاه عرضيه في اخر ماتش لا يمسكها راحت داخله منه، انا ما اعرفش ازاي، ده اغرب حاجه شفتها في حياتي. تمام. جيت امبارح جون، يا عم سيب الكوره، يا عم والله احنا ما بنلعب فرقه، احنا بنلعب اوتوه، سيب الكوره مش هيجرى حاجه، يعني مش دول اللي هياخدوا الكوره خلاص هو بيجري يجيب جون. انك تبقى خابط اللعيب بكتفك، ايه ده يا معلم؟ ايه ده والله؟ لا والموضوع بقى كتير ومتكرر وانت مش مركز. مات سيمان امبارح يعني لقطته وهو واقف ورا سيف الجزيري دي كانت لقطه عظيمه 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 من لعيب عظيم، من لعيب السنه دي اتظلم كتير، ولكن لما خد وقته كان قد الوقت ده. نعتمد جمال لازم الفتره الجايه دي نركز، خلاص السيزون في اواخره، تفضل لك ماتشين السيمي فاينل، ماتشين لو وصلنا الفاينل، 4 ماتشات ياخدوا لك البطوله. ده انت قدامك 6 ماتشات بالظبط، يعني انت قدامك 10 ماتشات في السيزون، باهم بطولتين في السيزون لو الزمالك خدهم ينقلوا الفرقه دي نفسيا وماديا وكل حاجه. اتمنى الزمالك ياخدهم، والزمالك ان شاء الله ياخدهم، وده سيزون الزمالك باذن الله. دي كانت حلقتنا النهارده، عشان نفوش في الجول. في لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا سلام.